السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتابعين ديالي الأوفياء الغوالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتأسف لأني كنطول الغيبة. هناك ظروف، والله يعني ما كرهتش أن كل نهار نلوح لكم قصة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. اليوم جيتكم بواحد القصة، قصة محزنة شوية، ولكن فيها شوية ديال الغباء وشوية ديال التهور. هذه القصة ديال واحد جوج دراري شباب، أشرف وعزيز. هذا أشرف وعزيز جيران ساكنين في عمارة واحدة. الشقة ديال أشرف مقابلة مع الشقة ديال دار عزيز، يعني هما كجيران العائلات مداخلين مع بعضياتهم. فهاد أشرف وعزيز زايدين في عام واحد، كبروا مع بعضياتهم بحال الخوت وأكثر. كانوا صحاب ما كيتفارقوش من الابتدائي، قراو مع بعضياتهم في نفس المدرسة في نفس القسم، يعني كانوا مع بعضهم كيف كنقولوا توأم روح. إلا كانت شي مشاجرة ولا مدابزة لازم كتلقى فيها أشرف وعزيز كيدافعوا على بعضياتهم، يعني مشاركين حياتهم في كل شيء، حتى في الأمور ديال التشيطانيت والشغب كتلقاهم بزوج. المهم كبروا حتى حصلوا على شهادة البكالوريا. أشرف مشى دار تكوين مهني، اختار شي شعبة ومشى كيقرا عليها، وعزيز مشى كمل الدراسة ديالو في لافاك، مشى دار الجامعة. المهم أشرف بعد كمل التكوين وتخرج وخدا الدبلوم ديالو، يعني خدا الشهادة ديال التقني، خدم في شي شركة، توظف يعني بشي راتب زوين، وعاطينو الطوموبيل ديال السيرفيس، ولات الامور ديالو بخير وعلى خير، ومشى دفع في شقه، ولات حياته زوينه، ما بقى خاصو والو في حياته سوى انه بدا كيفكر بغى يعمر الدار، يعني بغى يتزوج. بحكم علاقته القويه مع جيرانهم، مع عائله الصديق العمر ديالو عزيز، ففكر انه يخطب بنتهم. خت عزيز سميتها فوزيه، شابه زوينه كتقرا في السنه الاولى في كليه الاداب، باقا صغيره يعني ومناسبه ليه وكيعرفها مزيان، وما يلقاش محسن يعني من خت صاحبه، كيعرفها مزيان وكيعرف عائلتها لانهم كيف قلنا جيران ومداخلين. والبنت زوينه بزاف ومحترمه ومؤدبه. اشرف مشى خبر والديه وهضر مع خوتو وخذ الراي ديالهم، كل شيء قالوا ليه والله تا اختاريتو عرفتي تختار. صراحه هذيك البنت ما فيها ما يتعب، زوينه ومؤدبه وحادقه، يعني ما غاديش تلقى محسن منها. المهم كل شيء خوتو مدحوها ليه. هو قبل ما يتقدم يعني باش يخطبها قال اولا خصني نفاتح عزيز خوها في الموضوع، لما قلت ليه والو غيبقى فيه الحال. المهم مشى تلاقى به قال ليه عارف بانك راك صاحبي وخويا وما كنبغي نخبي عليك والو. المهم عزيز قال له ما فيهاش شك انني خوك، قول شنو انا كنسمعك ياك والو بس. قال لي لا 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 والو بس، غير عندي لك واحد الخبر زوين ما بغيتش نخبي عليك، قلت ضروري خاصك تعرفو انت الاول. قال لي قول صاحبي فرحني. قال لي يا سيدي انا كنفكر باغي نتزوج وكنقلب على شي من الناس، وصراحه ما لقيتش احسن من صاحبي العزيز نتناسب معاه، حنا عشران وجيران وعائله وحده، فما غاديش نلقى احسن من اختك فوزيه نتزوج بها. قال له عزيز والله خويا اشرف هذا شرف لينا اننا نتناسبوا معكم، وتشرفني انك تكون راجل اختي وتكون نسيبي. صراحة انت شاب محترم وصاحبي وكنعرفك مزيان، يعني راجل بمعنى الكلمة. من ناحيتي انا صاحبي مرحبا ومئة الف مرحبا، ولكن اخويا الموضوع ماشي في يدي، الموضوع في اختي والوالدة والوالد. قالوا اشرف عارفه صاحبي انت ما في يدك والو، انا راه غير جيت بغيت نخبرك قبل ما يجيو موالين الدار يخطبوا، خفتك تفاجئ وتقلق ويبقى فيك الحال ولا شي حاجه تقول لي علاش ما قلتيش ليا. قال ليه لا 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 انت خويا والله ما نتقلق منك، بالعكس غادي نفرح ويكون اسعد يوم عندي. اشرف مشى تكلم مع الوالد ديالو باش يمشيو يخطبوا الدريه، وفعلا حدوا الموعد ومشى اشرف
والوالد ديالو يخطبوا اخت عزيز. قالوا ليها سيدي احنا راجيين طالبين راغبين في بنتك فوزيه لولدنا اشرف. قال ليه ولدي اشرف راه ربما انتم كتعرفوا اكثر مني، راه كبر معاكم وولدكم وعارفين كل شيء عليه. المهم شافوا الوالد ديال عزيز بحال تصدم، ما فهموش علاش. قال لهم صراحه هذا شرف لينا والله، نتوما نعم العائله ونعم الجيران، دوزنا عمر مع بعضياتنا، عمرنا وقع بيناتنا شي غيار ولا شي خلاف ولا شي مشاكل، بالعكس عائله محترمه ويشرفنا نكونوا نساب. ولكن اللي كنعرف ان فوزيه بنتي راها رافضه فكره الزواج، لان عندها طموح ورغبه انها تكمل قرايتها وباغا تكون معيده في الجامعه وكتبان لي متعلقه بدراستها. قال لهم المهم اللي غنقول لكم هو ان الامر في الاول وفي الاخير راه في يد البنت وفي يد امها. قالوا ليه الله يخليك سول البنت وسول امها ورد علينا. قال لهم ان شاء الله عطيوني يومين ولا 3 ايام وغادي نرد عليكم. هي هذيك توادعوا معاه ومشاو. اشرف بقى كيتسنى في الرد باحر من الجمر، تسنى يوم 3 ايام اسبوع شهر ما جاوبوه لا بمرحبا لا بسير في حالك. المهم هاد المعامله حس بها بحال الاهانه بالنسبه ليه. ما قادرش يسول عزيز صاحبه لانه نهار الاول قال ليه الامر راه ماشي في يدي. وزيدون كيقول من الاحترام ومن الصواب الاب هو اللي خاصو يرد عليهم، لانه هو اللي مشاو عنده تكلموا معاه وهو اللي عطاهم الكلمه انه غيرد عليهم في ظرف 3 ايام، فكان خاصو يعني يرد عليهم كيف اتفق معهم. عزيز يعني حاس باحراج، ما باغيش يتكلم مع اشرف ويخبروا بان فوزيه اختو راه رفضات تزوج به، لهذا فما بقاش كيقدر يتلاقى مع اشرف واللي يشوفوا يعني حشمان منه. واشرف كيحس باللي عزيز تخلى عليه وقلب عليه ملي طلب ايد اختو، ما فهمش بالله راه السيد راه غير حاس بالاحراج من جهته. المهم اشرف تعصب وبقى فيه الحال بزاف، خصوصا انه كيشوف عزيز كيف قلنا عمره ما اتصل به ولا تكلم معاه ولا جبد معاه الموضوع ديال الخطبه. المهم بقى كينتظر حتى داز شهر، عاد شي ليله كيتلاقى الوالد ديال اشرف بالوالد ديال عزيز في المسجد، وكيقول ليه بالنسبه لذاك الموضوع اسمح لي البنت راه رفضات، قالت باغا تكمل قرايتها وباغا تخدم سيدي وتحقق احلامها، عاد ساعتها تقدر تفكر واش تزوج ولا لا. واشرف قول ليه الله يسهل عليك ويجيب لك شي بنت احسن منها. المهم اشرف ملي قال له الوالد ديالو الرد عادي تقبله، قال الزواج قسمه ونصيب، ولكن اللي بقى فيه الطريقه ديال الرد. علاش تجاهلوه شهر وخلوه على اعصابه، وعلاش صاحبه عزيز يعني يقلب عليه في هذه الفتره. يعني قال من الاول بعد يوم يومين يقولوا لي شكين، يقولوا لي راه البنت رفضات وصافي عادي الله يعاون. المهم هذا الموضوع انعكس على العلاقه والصداقه الاخويه ديال اشرف وعزيز. عزيز انتبه ان اشرف بلوك الرقم ديالو وقلب عليه، ما بقاش بيناتهم لا كلام لا سلام لا تواصل. داز شهر شهرين 3 شهور عزيز عادرو، قال عادي بعد ما رفضات اختي طبيعي غيبقى فيه الحال، خلي على خاطره حتى يبرد وينسى الموضوع، وان شاء الله تكون شي مناسبه ولا شي عيد نمشي نراضيه ونتصالح معاه. واخا انا راه ما عملت ليه والو، انا راه في الاول راه قلت لي الامر راه ماشي في يدي وما غنقدرش نتدخل لان ما عندي حتى سلطه في الدار، لهذا راه ما عندوش علاش غيتقلق مني اصلا. المهم خلاه عليه شهر شهرين 3، الموضوع شويه طول. يعني اشرف ملي كيجي لدارهم واخا كيتلاقى بعزيز في الباب ديال الشقه، وكيف قلنا الشقه يعني الباب قدام الباب، فما كيقولش ليه حتى السلام. وكذلك الا تلاقاو يعني صدفه في الزنقه ولا في الدروج، اشرف كيشوف فيه بنص عين ما كيسلم عليه ما كيرد عليه سلام. بقاو هكذا تدازت 6 شهور وهما على هذا الحال، حتى لواحد النهار كانت واحد المناسبه، شي ولد جيرانهم تزوج وعامل العرس في القاعه ديال الافراح،
وكان عارض على الساكنه ديال هذيك العماره كامله، السكان عارض عليهم. وبطبيعه الحال عائله اشرف وعائله عزيز حتى هما كانوا معروضين، وعزيز واشرف حتى هما من ضمن المعزومين. فالوالد ديال عزيز هذيك الليله كان خدام ما غيحضرش العرس، وعطى السياره العزيز قال ليه يمشي بها للقاعه ديال الافراح، حيت غيدي معاه مو ويدي معاه اختو ويدي معاه الكادو. المهم كلشي مشى للقاعه باش يحضروا العرس. واحد الطبقه ديال ولاد العماره اللي كانوا معزومين اللي تقريبا في سن واحد في العمر ديال اشرف وعزيز اختاروا انهم يجلسوا في واحد الطابله كاينه في القاعه على برا. ديك القاعه فيها واحد الحديقه، يعني هما ما باغيين يشوفوا لا عروسه بارزه ما يسمعوا الجوق، باغيين غير يتجمعوا ويضحكوا ويتحدثوا وياكلوا ويشربوا ويقشبوا مع بعضياتهم ويشدوا في العريس صاحبهم لانه كان تو في سنهم. المهم كلهم كانوا جالسين وعزيز كيتكلم وكيضحك، ولكن ما كيهضرش مع اشرف لان عارف اشرف مقلق منه. اشرف يعني هو اللي قالب عليه، فحتى هو صافي تجاهله وخلاه. وحتى في الجلسه اللي جالسين في الميدان كل واحد جالس بعيد على الاخر. ولاد العماره ما متعوديش انهم يشوفوا اشرف وعزيز ما كيكونوش جالسين حدا بعضياتهم، ولكن هاد المره هو لاول مره كيشوفوهم ما كيتكلموش مع بعضياتهم، وهذه شي حاجه عمرها كانت بيناتهم. المهم حسوا بهم انهم خاصمين، ولكن السبب علاش حتى واحد ما عارف. المهم واحد اللحظه ناضت النقافه كتبرح بالغرامه، كتشد المكبر الصوت داك الميكروفون وكتبدا ها هي ها ومن عند فلانه ومن عند فلان. المهم الدراري باغيين غير علاش يضحكوا. النقافه كتبرح وهذه جارتك فلانه وغرمت عليك بمانطه، وهذه عمتك فلانه وغرمت عليك بزربيه، وهما كيضحكوا على والو. واحد اللحظه قالت النقافه ومن عند خالتك الكنبوشيه وكتغرم عليك بكذا وكذا. الدراري سمعوا هاد السميه ديال الكنبوشيه اتهزوا واحد الهزه بالضحك ديال الهستيريا، لانهم عمرهم سمعوا هاد الاسم، جاهم غريب. باقين كيضحكوا، ما تنوض تاني النقافه تا قالت وها هي ها ومن عند خالتك رقوش كتغرم عليك بكذا وكذا. الدراري تاني شدوا كراشهم، يعني هستيريا ديال الضحك وشادين في العريس. كيقول لي اجي انت ما تقولش لينا انت تزوجتي بشي جنيه. هاد الاسماء عمرنا سمعناهم، هادو اسماء ديال الجنون. المهم خالقين الجو ديالهم ديال الشباب كيضحكوا كيقولوا للعريس غير اعترف ياك ما حنا عند الجنون، داكشي علاش بركتينا في الجرده باش ما نشوفوش. قال لهم لا، هادو اسماء قدام كانوا كيتسموا بهم البنات ديال بكري. قالوا لي صراحه اول مره كنسمعوا بحال هاد الاسماء. واحد شويه وصلت النوبه ديال امت عزيز، ناضت حتى هي عطات الغرامه. امت عزيز سميتها لطيفه، كل شي ولاد العماره كيقولوا لها خالتي لطيفه. قالت النقافه وهذه من عند جارتك خالتك لطيفه كتغرم عليك بكذا وكذا. الدراري قالوا هذه خالتي لطيفه الوالده ديالك عزيز. نقز اشرف قال لهم هاد خالتي لطيفه راه غير اسم مستعار، الاسم الحقيقي ديال الوالده ديال عزيز كون عرفتوه فين تبان شي كنبوشيه ولا رقوش كون نقولوا لكم راكم تسطاو بالضحك. عزيز تصدم، شاف فيه قال له اشرف ضحك وخلي عليك مي في التقار. اشرف بحال لقاها فرصه فين ينرفز عزيز لانه كان حاقد عليه، وبحال لقاها فرصه فين غيستفزو. الدراري كيضحكوا ما عارفينش القصه والمشكل اللي بيناتهم، يعني واخدين المساله كلها ضحك. كيقولوا لي قول 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 والله حتى تقول شنو سميه الوالده ديال عزيز. عزيز عاود شاف اشرف قال لي اشرف خلي عليك مي في التقار. مي ماشي ضحكه تضحك بها مع الدراري، شديتي تقارك حتى انا عطيتك التقار، فبلا ما تبقى تحاول انك تعصبني. احترم الزمان واحترم المكان اللي حنا فيه، حنا راه في مناسبه عند الناس عازميننا ومكبرين بينا، فجلس وتبت. اشرف ما مسوقش لكلامه وكيضحك. قال لهم دابا نتوما كلكم في العماره كتقولوا لها خالتي لطيفه. قالوا لي قال لهم ولا، وكيضحك بهستيريا. الدراري كيف قلنا واخدين الامر
كله ضحك كيقولوا لي والتغيير قول قول، وقال لهم وسميتها ايطو، والدراري انفجروا بالضحك. اما عزيز هنا انفجر بالغضب، قال لي اشرف انا عشيرك واكثر من خوك، وبيني وبينك علاقه كبيره من الصغر، وحنا جيران وعائله، وهاد الفتره كامله قالب عليا وجهك ومقلق مني على شي حاجه انا ما عنديش فيها يعني دخل وما عندي فيها حتى ذنب. انت طلبتي اختي الزواج واختي رفضاتك، وانت اصلا ما عرفتيش علاش اختي رفضاتك، ودابا كانك لقيتيها فرصه كيفاش تعصبني وتضحك لي على امي. المهم انفجر عليه، قال لي واش ما حشمتيش، واش ما عرفتيش ان هذه راه اسرار عائليه ما خصش الجيران يعرفوها، وانت الا عرفتيها لاننا كنا كنعتبروك خونا وواحد منا، كيفاش تبوح بهذا السر لولاد الجيران ويسمح لك راسك تخليهم يضحكوا على امي. المهم قرب منه، كلمه مني كلمه منك، تشادوا بغاو يتضاربوا. جاو الدراري بيناتهم كيفكوا فيهم، شد ما تشد، عزيز خرج كيجري الطوموبيل ديال باه اللي عاطيه زعما يوصل بها امو اختو، جبد منه شي موس صغير وتم جاي قاصد اشرف باغي يهدو به. الدراري ناضوا تلقاو ليه شدوه باغيين يحيدوا ليه الموس من يدو. اشرف كيقول لهم وغير طلقوه، وغا خليوني بيني وبينه، وغا سكتوا نتوما اللي كتجبدوا الصداع، جلسوا خليوني بيني وبينه، طلقوه. الدراري لانهم عارفين علاقتهم كي دايره، يعني عارفينهم صحاب وفاهمين مع بعضياتهم، فصافي طلقوه ومشاو جلسوا بقاو كيتفرجوا. اشرف عارف عزيز راه ما غيقدرش يضربه بالموس، وعارفوا يعني راه عزيز عليه اكثر من خوه، وعارف يعني عزيز راه مستحيل يوصل لشي مرحله بحال هادي انه يضرب بالموس، ماشي ديالو. لهذا بقى واقف في بلاصتو، ما هرب ما خاف. وقف عليه عزيز كيهدد فيه بالموس، يقول لي واش بغيتي نقتلك والله حتى نفسك، وكانه باغي ديك اللعيبه غير يخاف ويهرب باش يحس براسو زعما راه رد قيمته. لان فاش كانوا كيشدوا فيه الدراري كان كيتمنطر وكيقول لهم خليوني نضربوا الدراري كيشدوا فيه، فملي طلقوه الدراري يعني خاصو يضرب، زعما ما رضاش، يعني خاص الاخر يهرب باش زعما يخاف ويهرب. المهم ديك الساعه غادي يحس انه راه خدا حقه منه، ملي غيشوفوا راه خاف مني وهرب، راه كون شديتو راني كون ضربته. ولكن المصيبه هي ان اشرف ما خاف ما هرب، ما دهشر ما والو، بالعكس بقى واقف بلاصتو كيبتسم بسخريه، وماد لي كرشو كيقول لي يلا ضرب الواعر، ها نفس الا كنتي راجل ضرب. يعني اشرف ما راديش يهرب ولا يتنازل قدام الدراري ويبين لهم انه خاف، وعزيز ما راديش ان الدراري كانوا كيشدوا فيه وكيقول لهم طلقوني عليه، هم اللي طلقوه يعني ما قادرش يضرب، شاد الموس وكيشوف فيه، فحس بالاهانه قدام الدراري، حس براسو يعني راه كان كيهدد خاوي. المهم ما راديش يتراجع، واشرف ما راديش يتنازل ويخاف، والدراري كيتفرجوا وكيتسناو في النهايه. النهايه هي ان عزيز ملي حس بالقهر وكيهز يدو وكيضرب اشرف بالموس ضربه وحده الكرشو فوق الحزام، كيخرج ليه مصارنو كاملين. ما حس براسو حتى كيشوف اشرف طايح على ركابيه في الارض وشاد الامعاء ديالو بين يديه. ما استوعبش شنو دار، حتى بدا كيسمع الصراخ ديال الدراري كيتغاوتوا كيقول لي عزيز شنو درتي يا صاحبي راه قتلتيه. المهم لاح الموس من يديه، خلى الطوموبيل وهرب كيجري، مشى كيجري مباشره لدارهم، دخل سد عليه الباب وتخبى في بيته، وخلى الدنيا مقلوبه والعرس مقلوب. المهم جات الاسعاف كيلقاو السيد مات، الدنيا تقلبات سفاها على علاها والعرس تقلب. حضروا الشرطه، حضروا المباحث، الدراري قالوا لهم الفيلم كامل والمعلومات كامله على القاتل اللي هو عزيز ولد جيرانهم. وتخرج العائله ديال اشرف اللي كانوا حتى هما حاضرين في العرس، والعائله ديال عزيز اللي حتى هما ما صدقوش، يعني ما بغاش تدخل من دماغهم ان عزيز قتل اشرف. كل شيء تصدم من الواقعه، كل شيء كيقول مستحيل، راه مستحيل عزيز يقتل اشرف، راهم توأم روح، راه عزيز يعني عزيز عليه اشرف يعني شي حاجه اكثر من خوه، يعني علاقته بشكال حتى حد ما قدر يستوعب هذا الشيء اللي وقع. لا اله الا الله.
صراحة الخطأ كان من الطرفين بجوج، من أشرف اللي وصل عزيز لهاد الحالة، ومن عزيز اللي كانت ردة الفعل ديالو ديال الأغبياء. الوالد ديال عزيز ساق الخبار، مشى ديريكت للدار كيقلب عليه، لقاه مخشي في بيتو مخبي وكيترعد. غا شاف با طلع عليه عنقو بدا كيبكي، قال لي با اسمح لي راني عملت مصيبة، راني ضربت خويا أشرف بموس، راني ضربت واحد ضربة خايبة. قال لي عرفت ولدي، راك ماشي غا ضربتيه، راك قتلتي خوك ولدي، خوك أشرف مات. قال لي شنو مات؟ قال لي مالك ولدي اش كنتي كتوقع؟ قال لي انا راه ما ضربتوش ضربه ديال بصح، راه ضربتو غير ضربه خفيفه، غير بشويه، بغيت غير نمزق ليه القاميجه باش يتخلع ويهرب. قال لي هذيك الضربه وليدي ديالك الخفيفه راه جبدتي ليه بها مسار نوط، قبتي ليه بها المعده. وهذه واحد المساله راها بصح، راه اغلب الجرائم اللي كتوقع بين الخوت ولا بين الازواج بالطعن بالسكين راه غالبا راه ما كتكونش مع سبق الاصرار، راه غالبا كيكون ناوي غير باغي يجرحو ولا باغي يهدد حتى كيصدق قاتل، لان الموس كيكون ماضي وكيغدر. فما كتكونش جريمه كيف ما كتوقعوها ملي كتسمعوا خو ضرب خوه بالسكين ولا مرا ضربت راجلها بالسكين. غالبا داك اللي كيضرب راه ما كيكونش اعتقاده يعني باغي يقتل، راه كيكون اعتقاده باغي غير نجرح حتى كيلقى راسو عمل جريمه. وخصوصا بدوك المماس اللي كيكونوا صغار كيكونوا خطيرين ودغيا يقدروا يدخلوا بين الضلوع، لان راه كاين شي مناطق في الجسم ديال الانسان راه مجرد تقاص بشي حاجه حاده ولو يكون جرح بسيط كتؤدي للوفاه. وللاسف هاد الاماكن هادو راه ما كيقدروش حتى يسعفوهم، مثل نيت هاد البلاصه اللي ضرب فيها عزيز اشرف في اسفل البطن فوق الحزام، وهذا هو الشيء اللي وقع لاشرف. صحيح ان الضربه راه كانت بسيطه، يعني هو بغى يدوزها، بغى يشرق له يعني القميص، ولكن الضربه حيت كانت اسفل البطن جات في مكان قاتل. المهم الوالد ديال عزيز عنقو زير عليه وقال ليه نوض ولدي يلا معايا قدم راسك عند البوليس. بدا عزيز كيبكي، قال لي عافاك الوالد، عاوني ساعدني خليني نهرب. قال لي فين باغي تهرب؟ صافي ولدي، قال لي الموضوع سهله، هذا حد العشره بيناتنا، انت ولدي قتلتي ولدي، راك ما قتلتيش حد غريب، اشرف راه ولدي كيف ما انت ولدي. المهم خرج بيه من الباب ديال الشقه باش يديه يسلمو للشرطه. طبعا عائله اشرف كانوا منهارين، بكاو نديب مو باه، يعني كانوا في حاله، خوتو خواتاتو يعني حسوا براسهم ترزاو في ولدهم في عز شبابه، يعني ولد شاب باقي صغير وزوين ويلا خدم ويلا شاري الشقه وفرحانين بيه وباغيين يزوجوه، حتى كيحسوا براسهم يعني طار من يديهم دغيا تقتل بهذه الطريقه الوحشيه اللي ما تقبلوهاش. المهم تلقاو العزيز في العماره قبل ما يسلم نفسه. قالوا لي علاش قتلتي خوك؟ قال لهم قتلته حيت قال سمية امي. قالوا لي يقول سمية امك واللي يقول حتى سمية جداك، شنو فيها؟ على موضوع تافه بحال هذا تنوض تقتلو؟ قال لهم لا لا، راه كان بيناتنا نقاش على قبل الخطبه ديال اختي وتزاد شي على شي والموضوع كبر. المهم قبل ما يسلموا باه للشرطه سلموا لهم هما الاولين، شدوه عطاوه واحد القتله ديال العصا، والوالد ديالو غير مربع يديه وكيتفرج، خلاهم حتى شفاو غليلهم فيه مزيان. عاد باش خداه باه داه سلموا للشرطه. الوالدين ديال اشرف تسلموا الجثه من المستودع ديال الاموات ومشاو دفنوا ولدهم وعملوا له العشاء وداروا داكشي ديال العزو وحزنوا عليه، وعزيز مشى للحبس. المهم حكموا عليه في الابتدائيه ب30 عام سجن، الا ان الاسره ديال اشرف عملوا له تنازل على المتابعه وسمحوا ليه، لانهم حتى هو عزيز عليهم كيعتبروه ولدهم. ففي الاستئناف خفوا عليه الحكم وتحكم ب15 سنه سجن على موضوع تافه، الله يحفظنا
ويحفظكم من بحال هاد المواقف اللي فعلا الانسان كيخصو يتحكم في راسو في لحظة غضب، وقد ما يستطيع الانسان انه ينسحب فهو احسن ليه من انه يضيع حياته ولا يضيع حياة شخص اخر في واحد اللحظة اللي كيكون الشيطان لعنة الله عليه كيقلب عليها وباغيها. المهم الصدمة في هذه القصة هي أن الأم ديال عزيز في الأخر قالت لهم أن سبب الرفض ديالهم الأشرف أنه يتزوج فوزية بنتها، قالت لهم السبب هو أنها ملي كان أشرف صغير كانت ماما كتجيبو لموت عزيز كتخليه ليها باش يلعب مع عزيز، كانت كتوصيها دائما كتقول لها ما ترضعيهش، وهي كانت كترضعو بالتخبيه. فالاب ديال عزيز وامو كانوا عارفين ان اشرف راه ولدهم من الرضاعه، وهذا السر ما كانوش عارفينه عائله اشرف. لهذا فاش خطب من عندهم البنت فوزيه راها كانت موافقه، لولا انهم خبروها بانه راه راضع من حليب امها وما راضعش مره ولا جوج ولا ثلاثه، وهذا علاش بقى عندهم احراج كيفاش غيوصلوا ليه هذه المعلومه، لانهم قالوا واخا يوصلوا عليه يقدر ما يصدقش. فاختاروا الفكره ديال ان البنت راه باغا تكمل قرايتها وباغا تخدم عاد تفكر في الزواج. كانت هذه هي القصه اللي بغيت نشاركها معكم اليوم. ما تنسوش ديروا لها اعجاب، ولا ما كنتيش مشارك في القناه شارك، وما تنساش تفعيل الزر ديال الجرس في الكل باش توصلك اي قصه كنقوم بنشرها. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم، ودائما أحبكم في الله.